اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه بالمقالة زي بالسفود. ده جسد بقى اللي يقوم في الفجريه زي ما بنقول كده، في الفجر كده كله خير وكله نشاط، ونبدا بسم الله ونصلي على الرسول. ويلا نبدا بسم الله. عندي 2 كيلو من الدقيق، معهم معلقتين كبار من السكر، وعندي رشه ملح، وعندي كيس بيكنج باودر. تمام، انا حاطه الكيس كله هو لسه مفضياه، وعندي معلقتين من الخميره. طيب هتحطي ايه تاني يا رحاب؟ هقولك هحط يا ستي الكل. عندي حوالي 3 كوبايات من الحليب، وده الشرش بتاع الجبنة، وممكن بدل الشرش ده تحطي مية دافية. تمام، وهحط شوية زيت كده معاه. يعني هنقول لكل كيلو، بصوا انا هحط حوالي كوباية من الزيت. تمام، كل اللي انا هعمله بس عايزه اقولك على حاجة، الشرش انا مدفياه. تمام، واللبن بدرجة حرارة المطبخ. حوالي كده هنحط كوباية تمام من الزيت، وهحط كمان الحليب درجة حرارة المطبخ. والحليب ده يا جماعة ممكن تحطي حليب، او ممكن تحطي الحليب تحطي عليه معلقة خل، يجبن كده معاكي، يبقى قريب من الرايب، بيدي نتيجة هايلة. انا كده حطيت كل حاجة، ما تبقاش عندي غير الشرش او المية الدافية. تمام، زي ما اتفقنا ما بنرميش حاجة. فانا هعمل ايه؟ وعايزة اقول لكم ان انا بسيح القشطة اهي من وش اللبن اللي كنا عاملينها، وكمان القشطة اللي بتطلع عندي، الكريمة اللي بتطلع من اللهم صل على النبي، لما باجي اعمل جبنة انا بجمعهم بقى واسيحهم واعمل بيهم احلى سمنة بلدي. المهم هبدأ احط بقى شوية من الشرش ده، واقوم مقلبة وشوية مقلبة لحد ما العجينة كلها تلم. طب الكيلو بيحتاج قد ايه؟ حوالي 2.5 كوباية من السوائل، 3 الا ربع حسب الدقيق. انا هحط شوية بشوية لحد ما الم الكلام ده كله مع بعض. كده تمام، عجنتنا زي الفل وزي العسل. بعرف منين؟ سابت الطبق خالص اهي، وايديا خلاص بقى نطفت تماما، يبقى الدنيا ايه تمام. احط عليها رشه زيت من تحت ومن فوق، واغطيها بالسرنجاب واسيبها في مكان دافي تختمر. طيب ايه بقى المكان الدافي؟ اما تولعي الفرن 10 دقايق، بعد كده ترجعي تطفيه وتدخليها. تمام، بعد ما تطفي ضروري. تمام، الطبق هيسيح. يا اما الحاجات التانية والعجينه هتبوظ طبعا. ان انا دلوقتي هعمل ايه؟ هقوم مغطياها زي ما قلت لكم كده برشه زيت من فوق من تحت والسرنجاب او كيس حتى، واقوم حطاها في بطانيه. يعني ايه في بطانيه؟ اطبق البطانيه كده نصين. تمام، واحطيها فيها عشان خاطر بقى ايه تختمر معاكي بسرعه. بصوا المستوى عامل ازاي، وتعالوا نشوفها بعد الخمر عامله ازاي. دي عجينتنا اختمرت بقت زي الفل. عقبال بقى ما ايه تشطب المواعين والكلام ده كله هتكون اختمرت. تديها البوكس المتين، وهبدا اعملها كور كده على حجم نقول ايه الليمونه. تمام، حسيت ان دي كبيره. بصي بتلف العجينه على بعض. تمام كده، وبعد كده بتيجي طبعا على الكوانتر وهي نظيفه، وتقومي لازم تعمليها بالطريقه دي، بتنعمي العجينه معاكي. اعملوا بقى كلهم بالحجم ده، عايز اكبر عايز اصغر براحتك خالص. هو دي عندي خلصت كل الكميه، اللهم بارك يا رب. حلو قوي، كميه حلوه قوي ما شاء الله. ده حطيت قرفه على سكر. تمام، وقلبتهم كده استخدمها للحشو. وده عندي العجوه. انا بصراحه بجيبها ولا بسيحها ولا بعمل فيها اي حاجه، انا بقرصها كده زي ما انتم شايفين، وروعه جدا. ولو حابه تحطي بقى فيها قرفه معلقه سمنه براحتك، بس هي معاكي طالما طريه. بصوا بالمنظر ده بتبقى حلوه قوي زي الفل معايا. هبدا بقى اجيب اول كوره بدات بيها، هفردها كده سنه صغيره، واقوم حاطه فيها العجوه بتاعتي، واضغط بس كده عليها، واقوم مقفلها تاني زي الايه البوجة. وفي صينيه بقى مش مدهونه، هي نفس الصينيه اللي انا بعمل فيها دي، مش مدهونه اي حاجه. بصوا قفلت كويس قوي، واقوم قلبها. بصوا بقى كده معايا نفس الصينيه يا جماعه اللي انا عملت فيها. وهبدا بقى كده سيبي برضو ارتفاع شويه عشان ايه ما تنشفش منك. بصي سمكوا لو حاجه بسيطه. هخلص بقى كل الكميه واسيبها تختمر تاني 10 دقايق. في نفس الوقت هكون مولعه الفرن ال10 دقايق دول يسخن كويس قوي على اعلى درجه حراره. ده هم ما شاء الله حجمهم يتضاعف. بصوا ابتدوا يعلوا شويه اهو. تمام، هبدا بقى اللي اختمر هدخله على طول على الفرن على اعلى درجه حراره. الفرن ولع بقاله 10 دقايق يا جماعه، ضروري ضروري ضروري. تمام، بعد كده اول ما يطلع نقطه واحده ميه، بخاخ ميه كده عليه واغطيه على طول اول ما يطلع عشان يفضل طري معايا. بألف هنا وشفا. عملت بالقرفه وعملت بالعجوه وشويه، في عندي صوب اللي هو قدامي ده عملته ساده وبألف هنا وشفا. رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ ما شاء الله اللهم بارك.
ال5 صواني ما شاء الله. عايزة بس ايه، طبعا اول ما طلع زي ما قلت لكم غطيت على طول. تمام، ما تحاوليش بقى تتعافي عليها انك تطلعيها غصب، يعني لقيتيها كده ماسكه نفسها سيبيها اول ما تهدى هي من نفسها هتبص تلاقي ايه بتطلع. طلع لكم كده واحده. الله على الجمال والحلاوه دي برضو ايه، صينيه من الصواني. بصوا قمر يا جماعه، شايفينه مفرغ ازاي، حلوه جدا. وبصوا العجوه، بصوا الحشوه روعه. بصوا العجينه هايله هايله هايله. بصوا الطراوه بقى بتاعتها، عايزه اوريكم طراوه العجينه. بصي طالما بتضغطي تعلى تاني كده معاكي. بصوا هي مش مستحملة، شايفين؟ فاهمين قصدي؟ طرية طرية. هي دي فعلا القرص الفلاحي اللي اتقال عليها قرص فلاحي. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة سهلة وبسيطة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناة سبيستو فود. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.